من هو بطل الدوري المصري؟ اتوقع بيراميدز. بيراميدز بدون دفع رباعي. عارف لا عن دفع بيراميدز عنده سكواد عالي يعني هو في دفع رباعي ترى بعد. لا 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 بيراميدز في اخطاء ترى. في دفع رباعي للفرق الثانيه لو الاهلي بتقول الاهلي مساعده الحكام والحكام لا مع مش الاهلي. لا مش دلوقتي مع بيراميدز سكت. لا انا مش على كده. لا انت عاوز بيراميدز مش عاوز لا الاهلي. مش بالعكس. انا لا عارف انك عاوز بيراميدز. لا والله انا شايف ان بيراميدز افضل من الاهلي والزمالك حاليا. طيب وهو متصدر وبفرق نقاط عن الاهلي محمد وعن بيراميدز. شوف انا بختصر الكلام، يعني يمكن الشباب تكلموا في جزئيات مهمه. انا يمكن اقول سبب رئيسي في عدم توافق اداره الزمالك مع اللاعب هو الوالد، يعني والد زيزو. ما ابغى ادخل في تفاصيل كثيره جدا، لكن مبين انه والد زيزو هو اللي كان ماسك ملف ابنه. نعم. ويتحرك فيه يمين ويسار ما بين وكلاء اللاعبين، وهذا اثر على زيزو. اليوم زيزو لما يغيب يتعرض لغرامات، زيزو لما ما يحضر المباراه يتعرض ايضا لغرامات. وانا اتمنى هذه الحرب اللي قاعده تصير للاعب ما تاثر عليه. طيب. اللاعب عبد الله لاعب منتخب ولاعب يمكن افضل لاعب في مصر حاليا. اتمنى ان هاي الاشياء اللي تصير ما تاثر على اللاعب مستقبلا. وفعلا انا اتمنى ان مشكله زيزو تتحل لسبب يعني لانه هو لاعب منتخب ولاعب مكسب واضافه لمنتخب مصر. وانا اتمنى ان يبقى في حل ليها. يعني انا كنت اتمنى ايه المشكله ان زيزو يروح يلعب مع الاهلي في كاس العالم بس عن طريق نادي الزمالك. اعاره مثلا، اعاره تبقى لفته جميله، وخاصه ان كان في بدايه تولي الكابتن حسين المسؤوليه، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، كان هناك زياره بين مجلس اداره النادي الاهلي طيب. ومجلس اداره نادي الزمالك. فلو خلص الموضوع بشكل ودي يكون احسن يعني.